بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، لطلاب الأولى ثانوي شعبة علوم طبيعة وحياة سيونتيفيك، هذا المشروع الثاني للطالب إياد بهاء الدين خروبي. هذا المشروع اللي كنا سبقنا وتحدثنا عليه، ولا سبقنا وأنه درنا مشروع آخر كي مثله تاع الثغور والصانعات الخضراء، يعني مكونات ورقة النبات الأخضر. هذا هو المشروع الذي قام بصنعه طالب إياد بهاء الدين خروبي. نقوم بفتحه. هو عبارة عن حقيبة هو عبارة عن حقيبة تحمل. بسم الله نقوم بفتحه. عنده مغلاق هنا. نقوم بفتحه. بسم الله. في الصفحة الأولى نرى الورقة ومكوناتها، يعني اللون الأخضر كله عبارة عن صانعات خضراء، وهذه النتوءات أو النقاط هي عبارة عن ثغور. هذه هي مكونات الورقة، هذه هي مكونات ورقة نبات الأخضر. بعد ذلك روحوا للثغور والصانعات الخضراء، يعني هاي هنا أملك في الصفحة الثانية. هذا ثغر مفتوح، والثغر من ما يتكون؟ الثغر يعني مجملا فيما يتكون من فتحة الثغر، تكون إما مفتوحة أو مغلقة. في هذه الحالة هنا مفتوحة وهنا مغلقة. مفتوحة لأجل امتصاص الCO2 من أجل عملية التركيب الضوئي لصنع المادة العضوية وهي الجلوكوز، من أجل إنتاج الطاقة فيما بعد. الثغر يتكون من فتحة الثغر، خليتان حارستان. هذو خليتان حارستان لأنهما تحرسان فتحة الثغر، بهما صانعات خضراء. هذه هما الصانعات الخضراء، بهما صانعات خضراء. خلية عادية، خلية فيها فجوة عصارية، هاي هنا الفجوة العصارية الثانية. هذه نواة كذلك اللي راي منها. هذه الخليتان على برا فيهم الجدار الرقيق. جدار يعني يتكونان من جدار رقيق، وبالداخل أو في الوسط جدار خشن. بعد ذلك هنا يعني في المحيط هنا هذو خلايا مساعدة أو خلايا ثانوية أو خلايا مساعدة. روحوا يعني حينما يغلق الثغر، يعني في الليل، يعني لا يمتص الCO2. هنا هذا الثغر مغلق فيه. هذا هما الخليتان الحارستان، جدار رقيق، جدار سميك، إلى غير ذلك. النواة في الخليتان، هذه الفجوة العصارية. هنا الفجوة العصارية، هذو خلايا، هذو عبارة عن خلايا ثانوية أو خلايا مساعدة. هذا هو. هنا هايليكم تبان لكم أحسن هكذا. هذا هو بخصوص الثغور، مكون الثغور والصانعات الخضراء. يعني الصانعات الخضراء هي اللي تعطي اللون الأخضر للنبات، لأنها تمتص جميع أشعة الشمس، يعني جميع ألوان الأشعة إلا لون واحد تقوم بعكسه، وهو اللون الأخضر. يعني لا تمتصه بل تقوم بعكسه، وبهذا نرى اللون يعني لون النبات أخضر. هذا هو المشروع، عبارة عن حقيبة يدوية كشغل محفظة صغيرة. وهذا كل ما في الأمر، وربي ينجح أولادنا وبناتنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.